الرحيم. هلا والله بالحبايب، رجعنا وياكم فيديو جديد. هسه حاليا احنا بداخل المحمية مالت الطيور البادجي. تمام شبابنا الحلوين، اليوم شو موضوعنا؟ الموضوع اليوم شوية حملة تنظيفية داخل المحمية، ننظف بها قفص طيور الحب البادجي، وننظف بها قفص الطيور الحب كل شيء. بقالات ننظفهن، وعندنا قفص الثاني مالت الفناجس اللي ذاك الفيديو اذا تذكرون نقلناهن من اسفل البقالة، العفو اسفل الخانة الى الاعلى، وكسرنا بيضاتهن حتى شنو نعيد دورة جديدة وانتاج جديد. تمام شباب، عندكم هاي النتية شوي خبيثة اذا تشوفوها، كلش خبيثة، يعني مبيضة بهذا وتنام بهاي البقالة. والله حيرة، يعني يمكن حشيل هاي البقالة واخلها بغير مكان اخليها. تمام شباب، عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا تشوفون هاي النتية هنا، اذا تشوفوها، اللهم صل على محمد ومحمد. شباب انتظروني هسه تشوفوا القاع كلها وسخة، كلها قشور مالت الفضلات العفو مالتهن. ان شاء الله هسه اشوف لكم اكو عندي بعد تنظيف لازم ننظفها، وكل شيء كل تفاصيل ننظفها. وعندي هسه بقالة بظهري هسه راح اراوي لكم اياها. تمام شباب، هاي هنا عندنا بيها 3 بيضات ما شاء الله تبارك الرحمن. وهسه اراوي لكم بعد الانتاج بعدها مستمر. اجواء لين حلوه، اجواء بيها هواء، اجواء لطيفه حلوه، وان شاء الله الاجواء كلها تبشر بخير ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي النثية اذا تشوفون دقائق شباب، وضبقوا ويانا خلنا نفتح لكم البقالة. شوفوا شباب، فتحنا البقالة ما شاء الله تبارك الرحمن، بيها 5 بيضات. ادعونا لاخوكم بالخير والتوفيق للجميع ان شاء الله. ابقوا وياي حتى يعني ننظف، نرجع لكم بعد فيديو ثاني ونكمل الفيديو. رجعنا وياكم نكمل الفيديو مال تنظيف المحمية. هاي الطيور ما شاء الله تبارك الرحمن، وهاي الكمية اللي طلعت من العفو الفضلات مال الطيور ما تاكلهن. واللي يسأل على جود، هذا جود دا تسوي هنا؟ جود دا يساعد بابا. دا تسوي جود؟ دا تسوي هنا؟ يساعد بابا. قول السلام عليكم. السلام عليكم. جود يسلم عليكم على المتابعين الحلوين، يقول شاركوا بالقناة واللي ما مشترك يشترك. تمام شباب، اشتركوا بالقناة، هذا الشيء يحفزنا حتى ننزل لكم بعد فيديوهات. وبعد عندنا قفاصة 2 اللي قفص مالت الفناجس، وعندنا مفاجأة لكم انتظروها هسه حنزلها ويا الفيديو. انتظرونا الفيديو، نكمل الفيديو للأخير، ونتمنى منكم تشتركون بالقناة، اللي ما مشترك يشترك. رجعنا وياكم نكمل الفيديو للآخر. نظفنا المحمية ما شاء الله نظافة فول، طيور شوية ارتاحت. راح نبدلهن المي، ننطيهن اكل، وننتقل المحمية الثانية مالت الفناجس، ونراوي لكم المفاجأة الموجودة بيها. انتظرونا نراوي لكم المفاجأة ونرجع لكم. والله بالشباب رجعنا وياكم فيديو نكمل الآخر. هاي المحمية حاليا مالت الفناجس ما شاء الله لا ما تعيش. على الرغم احنا البارحة كسرنا البيضات وفلشنا الأشاش مالتهن ما شاء الله. عندكم هذا العش انبنى، هذا العش انبنى، وهذا العش هسه على قريب يعني ينبني وما ينبني ما اعرف، الله اعلم، رزق يم رب العالمين. نراويكم المفاجأة الحلوة، انتظروني. خلنا ننزل لي جوا المحمية جوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوية الفيديو ما واضح، هسه انكم شيء ونراوي لكم اياه. هذا كتكوت اسمه شو اسمه هذا جود؟ جود. ها شو اسمه؟ كعبول. هذا جود سماه كعبول. شنو السبب ما ادري، هو شكو شيء صغير عندي بالمحمية مال الطيور الحب او بالفناجس سميه كعبول. هذا شو اسمه جودي؟ كعبول. هذا كعبول. خلنكم شيء ونراوي لمن؟ للمشاهدين. من نراوي؟ نراوي لمن؟ للمشاهدين. يلا وي 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 وي، هذا الحلو هذا سيكبر ان شاء الله. اتوقع نثيه، مبين من تصرفاته نثيه ورد الباقي الا ما شاء الله. الرجعه جوا شوفوا شباب، ما ادري حسه طير بارك الله. اسد مو كتكوت دجاجه عرب.
خطية ما عنده أكل، هسه نعطيه أكل، عنده مي الحمد لله والشكر. خليكم ويا شباب ننظف المحمية مالت الفناجس ونرجع المن الكعبول. شو نسوي هسه حاليا؟ نفتح القفص نطلع الأكل مالت المي ونشوف شنو الأوضاع. لا مع الأسف أحد الأزواج ما ندري من هو مبيض بالقاع. هاي البيضة مالته حتى مبينة جديدة يعني مالت اليوم. يلا على العموم الحمد لله والشكر على كل حال، ربك هو الرزاق، الله يعوضنا بها خير. انتظرونا خلينا ننظف القفص. شباب كملنا تنظيف المحمية مالتهن. انا اقول محمية لان تعود على كلمة محمية. محمية هي خانة، قفص كبير مجزء له خانتين. الخانة الاولى خلينا بيها فناجس نظفناهن، وبالنسبة لي يعني عندي كل 3 ايام انظف المحميات، محمية الباجي، محمية الفنجس، ومحمية الدجاج. تمام. هسه شنو؟ خليكم وياي ونروح ننظف قفص الدجاج. شباب بالنسبة لكم انتم شنو الاوقات اللي عندكم اللي تنظفون بها الطيور، الاعشاش والمحميات لتنظيفين؟ انا قلت لكم بين كل 3 ايام انظفن حتى ما يتكدس علي ويخرب باسي من اشوف الوسخ كمية كبيرة. تمام شباب؟ خليكم وياي شباب. ارجع واقول لكم اللي ما مشترك بقناتي يقدر يشترك بيها، وفضلا وليس امرا. اللي عنده جماعته، اللي عنده شغلات حلوة، اللي عنده معلومة، اللي عنده نصيحة، اخوكم يتقبل النصائح. ما شاء الله شوفوا هنا الطيور يعني كلها متوالفة والامور كلش طيبة. عندنا بعد المخاليف، عندنا ذاك مخلف هذا دا ينظف بسبانجر. هذا مخلف اللي بصفه هم مخلف، بس شنو جهز ما شاء الله تبارك الرحمن. خليكم وياي نرجع المن للدجاج ننظفه. هذا الدجاج، عندنا الدجاجة ذيك لولا طيران اذا تذكرون، وهي قفص ننظفه من امامي وننظفه من الداخل. ادعونا بالخير ولا تنسون المرة الثالثة تشتركون بالقناة. قفص مالت الدواجل، واذكركم مرة الثانية لا تزعلوا من عندي، لا تضوجون. اللي يسأل على الدجاج والدجاج عندنا الحمد لله والشكر. هاي الدجاجة قدامكم دجاجة كركت الحمد لله والشكر، حظنا صحيح صارت وضع طيران. والديك مالتنا موجود هنا. دجاجة ثانية موجودة بياضة اتوقع يعني 70% هم راح تكرك، يعني لازم نجيب لها بيض لان بيضها نيمناه جو الاولى. تمام شباب؟ نظفنا القفص، خلينا نشارة جديدة الحين. تمام. خليناهن المي، خليناهن اكل، خليناهن البلت ناعم وخشن، خبز بنقع. تمام شباب؟ لان هنا الديك والدجاجة ولا طيران ما ازعجين اكثر من هذا. وهنا نوصل وياكم بنهاية الفيديو. اتمنى منكم شغلة واحدة، فضلا وليس امرا عليكم، لان انتم ما حد يأمر عليكم، انتم اصحاب فضل على القناة ان شاء الله. تشتركون بالقناة، والما مشترك يشترك بالقناة، لان اشتراككم هو يسوي لنا الدافع، يسوي لنا الحافز لنشر لكم. وعندنا بعد شغلات حلوة، وان شاء الله الفيديو الثاني اللي راح ننزله بعد فترة، نزله بعد فترة اللي هي محمية الفناجس راح تنبني. اليوم رحنا اخذنا قياساتها حتى نبنيها، وان شاء الله عن قريب نسوي لكم فيديو لها مشاهدة ممتعة. واسف خاف طولت عليكم بالفيديو. وياكم كان من محمية محمد باسم الشطي، اخوكم الصغير ان شاء الله.